المثل بيقول اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، لكن الحقيقة إنه كان مجرد عامل بسيط شاطر وجدع وبألف من غيره في أي حتة. فتعالوا نعرف سوا قصة العمال في مصر. البداية من مصر الفرعونية، من الحرفيين والعمال في القرى والمدن، بين صناعة الأدوات وبنى المعابد والأهرامات والحضارة اللي بنتباهى بيها قدام العالم كله. في العصور الإسلامية كان عمال مصر هم اللي بينسجوا كسوة الكعبة وبيشيدوا الحصون والقلاع، وفي عصور المماليك والعثمانيين لمعوا في المهن اليدوية زي النحاس والفخار وتشكيل المعابد. وفي عصر محمد علي صنعوا أعظم الترسانات البحرية وشقوا ترعة المحمودية اللي عملت نقلة نوعية للزراعة في مصر. وكان دمهم بيسيل في حفر قناة السويس اللي استشهد فيها الآلاف من خيرة جدودنا. وطبعا ما كانش العمال خلال المرحلة دي دراويش، بل كانوا الترس اللي بيدور أي حركة وطنية، وسواعدهم هي اللي بتصنع كوابيس للاحتلالات المتعاقبة من الهكسوس لحد الإنجليز. ونشاطهم ده بلغ ذروته قبل يوليو 1952 لما أحوالهم ساءت وظروفهم المعيشية اتدهورت وسيطر الأجانب على الهيكل العمالي. ساعتها بس قالوا ما تيجي نجرب، وعملوا أحلى إضرابات كانت نتيجتها مكاسب كبيرة زي رفع الأجور والأجازات والتأمين. لكن الرأسمالية ما بتغلبش، وسرعان ما قدرت تفرمهم تاني خصخصة ورفض وتشريد عشان يقرر مئات آلاف العمال الهجرة للخليج. أما اللي فضلوا فكانت أقصى أمانيهم المنحة يا ريس. منحة يا ريس، اللي هيقول المنحة تاني يبقى حمار. في عهد السيسي العامل جاب جاز، أجور هي الأسوأ والأقل قيمة، دعم مفيش، اللي باقي من المصانع اتصفى أو اتخصص أو اتباع للخليج. وفي النهاية تفتكروا العامل في مصر عامل ايه دلوقتي؟